قصص أفلام عبد الوهاب. كنحكي لكم أفكار أفلام ومسلسلات من إبداعي كتسمعوها هنا أول مرة قبل ما تحول لأعمال فنية. إلى عجبتكم القصة اختاروا لي الممثلين اللي كتشوفوهم مناسبين ليها وكتبوهم لي في التعليقات. يلا نبداو القصة ديالنا، ولكن قبل صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. بسم الله. القصه ديالنا غادي نبداوها بواحد البنت سميتها كريمه. هاد كريمه ما كانتش دريه عاديه، دريه كانت جميله بزاف، كانت ايه من الجمال. هاد كريمه هادي كان كلشي كيضرب بها المثال. كانوا شي دريات في الدروبق اللي قراب ليهم كتقول لها شي وحده انا راه زوينه، كتقول لها مالك انت يا كريمه بنت ملكه. يعني هاد الدريه بكثرة ما كانت زوينه كان كضرب بها المثال. دريه اللي ماشي عاديه، عطاها الله واحد الجمال ماشي طبيعي. اي راجل كيف ما كان نوعه يشوف كريمه غيبقى يشوف فيها وغيفها وغيقول سبحان الله على هذا الجمال اللي عند كريمه. كريمه كان الاب ديالها استاذ وكانت الام ديالها استاذه، كانت عاديه كتقرا مزيان، خدات الباك ديالها. يعني واحد الدريه اللي جميله بزاف وقرايه. وكل شهر ما يمكنش ما يجيوش جوج الخطاب ثلاثه، كنقول لكم كل شهر من كملات 18 عام وكانوا كيجيوها الخطاب باقا عندها غير 16 17 وتيقولوا لهم والديها لا راه باقا صغيره باقا كتقرا. ولكن فاش ما بقات صغيره وكبرات وكانوا كيتقدموا لها دراري زوينين، دراري باكسيه، راه كاين شي دراري تقدموا ليها باكسيه ديال بصح يعني زوينين تبارك الله، ولكن هي كانت دائما كترفض. قبل ما تشوفوا قبل ما تعرفوا كترفض، كيقول لها راه زوينه تصويرته والو، كترفض الزواج. كانت كترفض كاع هاد الناس اللي كيجيو بغيو يتزوجوها لانها كانت عندها واحد العلاقه مع ولد عمها علي اللي كبر منها غير بعامين. خدا الباك ومشى لكندا، وهي من صغرها كانت هي وياه قراب لبعضياتهم، كانت واحد العلاقه بريئه. وفاش مشى لكندا كان دائما كيهضر معاها في الخدمه، دائما كيهضر معاها بالسوايع وكيتفكروا الايام الصغور. هو عمره ما قال لها علي رانا كنبغيك وباغي نتزوج بك، وكريمه عمرها ما قالت لعلي انا راه كنبغيك وباغي نتزوج بك. ولكن راه كيحسوا مع بعضياتهم بواحد الحب، بواحد الحنان، بواحد كيفهموا بعضياتهم، كيجمعوا بزاف مع بعضياتهم، كيهضروا بالسويع. يعني كانت دائما كترفض وكتقول راه انا غيجي علي وغيتزوج بيا وانا باغي نتزوج بعلي. وعلي كان دائما كيهضر معاها وكيقول لها راه فاش غنجي للمغرب راه عندي لك واحد المفاجاه، راه فاش غنجي للمغرب راه عندي لك واحد المفاجاه. وكانت كتقول لي قول لي شنو هي المفاجاه، كيقول لها لا ما غنقولش لك تنجي. هنا كريمه كانت دائما كتقول في الداخل ديالها راه المفاجاه هي انه غيجي وغيتزوج بيا، لان علي كيهضر معاها بزاف، كيحترمها بزاف، كيخاف عليها بزاف وهي كذلك. ولكن راه عمرهم ما صارحوا بعضياتهم، عمرهم ما قالوا راه حنا كنبغيو بعضياتنا وغنتزوجوا. غير كانوا هما كل واحد كيحس بشي حاجه. كريمه كانت كتحس بلي هذا هو راجلها وهذا هو الوحيد اللي خصها تتزوج به. واحد النهار كريمه خارجه غيوقف عليها واحد السيد عنده 46 عام بواحد الطوموبيله اللي كانت دايره شي 400 ولا 350 مليون. السيد باين لاباس عليه بزاف، غيشوف كريمه في الزنقه وغادي يتبعها بالطوموبيل غيبغي يدوي معاها. كريمه كيف ما قلت لكم ما كتدصر حتى شي واحد، ما كتصاحب، ما كتعرف ولاد، ما كتعرف علاقات، ما كتمشي مع البنات، ما كتسافر، ما كتخرج. واحد الدريه اللي كانت مقابله قرايتها خدات الباك ما بغات دير والو، جالسه غير في الدار ووالديها معيشين بخير وكل شيء، ما عندهاش مع شي حاجه ديال شي من هاد الطريق خايبه ولا هاد الطريق خايبه حتى شي حاجه. واحد البنت صراحه اللي جمعات كل شيء، جمعات الزين، جمعات الاخلاق، جمعات المعقول، جمعات كل شيء. هاد البنت كريمه غادي يتبعها غيبغي يدوي معاها ما غدويش معاها، غيبقى تابعها ما غدويش معاها، غيبقى تابعها حتى غتدخل لدارهم. صافي غتقول هذا شي واحد مسطي ما شافتش حتى في وجهه هي باش تعرفوا حتى وجهه كيدير. وجهك ما كتشوفش فيه، الا بغيتي زعما تهضر معاه في الزنقه ولا شي حاجه ما كتشوفش لك في وجهك. مشات ديرك دخلت للدار، الا قلتي لها شكون هذا وجهه تقول لك ما عرفتش كيدير، ما عارفه واش راجل كبير واش دري صغير، ما شافتش فيه. هذا السيد هذا كان سميتو فؤاد، هذا كان رجل اعمال، كان عنده بزاف ديال البروجيات، الفلوس كالروز، الفلوس كتبن. حتى واحد النهار عاوتاني كريمه خارجه من الدار كتبان ليها نفس الطوموبيل اللي كانت تابعاها البارح او تابعاها اليوم. شنو واقع؟ شكون هذا؟ واحد لقيتها غيكثر عليها، غيتبعها غيقول لها اختي ندوي معاك ما كتشوفش فيه. المهم كريمه دارت فيه مزيان، قالت لي سير صاحبي انت راجل كبير بحال راك انت قد دبا صاحبي، علاش جاي كدير هادشي ديال البساله ديال الدراري الصغار؟ ويقول لها اختي انايا راه ما باغيش هذا، راه باغي المعقول. قالت لي سير صاحبي في حالاتك. المهم هضرات معاه، مشات في حالاتها، بقى تابع والو. الغد ليه غيكونوا في الدار، غيسمعوا الدقان، غينوض با يحل الباب، غادي يلقى هذا الراجل اللي كان سميتو فؤاد اللي قلت لكم رجل اعمال. سلام انت بات هذيك البنت هي انا راه باغي نتزوج. ادخل مرحبا، رحب به باها.
كانوا الناس الله يعمرها دار لا باها لا امها، كانوا الناس اساتذه اللي زعما واعيين وفاهمين وعارفين. رحبوا به، دخلوه للدار، قال لهم شنو كاين، راه بغيت نتزوجها، راه شفتها عجباتني وهذه. قالوا لي حنا الا بغات البنت حنا ما عندنا ما نديرو، كاين فرق ديال لاج بيناتكم، ديال واحد 24 عام راه ماشي ساهله، ولكن انا بالنسبه لي اللاج ماشي هو. البنت الا بغات ربي جاب لها رزقها، راه ما كاين حتى شي مشكل. عيطوا للبنت، شافتو في وجهه هي تقول ليه خويا واش تمسطي ما نتزوجش بك. قال لها باش هاد قله الادب بنتي. قالت لها هاد السيد هذا راه ما مربيش، راه كل نهار كيبقى تابعني في الزنقه. قال لي ما يا سيدي انا راه كنتبعها غير بغيت نقول لها وريني نجي لداركم وهادي ونهضر معاها واش مجوجه ما مجوجاش، بغيت غنعرف راه ماشي باغي نتفلى. السيد صراحه باها الاستاذ ولا امها الاستاذه حسوا بالسيد بصح الله يعمرها دار وثقيل وواعي. ما حسوش بشي واحد بانه زعما سلقوط، ولا حسوا بالسيد نيت بصح كيهضر بصح وثقيل وطريقه باش كيهضر، وهذا يعني السيد باغي يتزوج بنتهم، ما باغيش وجا للدار ماشي بقى تابعه في الزنقه. يحترموا داكشي غيقولوا ليه ماشي مشكل. قالت لهم بابا انا ما باغاش نتزوج. قالت له اسمح لي يا سيدي انا ما باغاش نتزوج، هي انت جيتي للدار وكذا وهذا ولكن انا ما باغاش نتزوج. قال لهم المهم انا درت اللي عليا. قال لهم ها كارت فيزيت، الا بدلات الفكره ولا شي حاجه عيطوا لي، انا راه مستعد نتزوجها في اي وقت، وانا راه ما كنفكرش في الزواج وما كنتش كنفكر فيه. يعني حتى دابا لما تزوجتهاش راه ما غاديش نتزوج، انا راه شفتها عجباتني بغيت نتزوج، اما انا ما كنتش كنفكر في الزواج. قالوا ليه صافي بسلامه بسلامه. هاد فؤاد شنو غادي يدير؟ غادي يجيب واحد ولد اختو كان باقي صغير زوين، بيعطيه واحد الطوموبيله من الطوموبيلات اللي عنده تاعي، ماشي نفس الطوموبيل اللي جابها اللي تلاقات معاه فاش كان تابع، لا طوموبيله اخرى حتى هي غاليه وواعره بلا ما نجبدوا لي مارك. قال ليه ها فين كاينه، وراها لي، قال لي هذه بغيتك تطيحها. فعلا داك ولد اختو غادي يمشي غيدير راسو راه تلاقى معاه صدفه، بحال نزلت هو لذاك الحانوت اللي تقدات منه، هضر معاها ما بغاتش تهضر معاه، قال لها اختي راه بغيت نسولك وهذا، بين لها الطوموبيل دري بوغوس زوين، باين الفلوس، جوج تليفونات في اليد ايفون، يعني واحد السيد باين عنده الفلوس، بغى يهضر معاها قمعاتو واحد القمعه خايبه ومشات دخلت لدارهم. هاد ولد اختو بقى مضارب معاها شي 15 يوم، حتى واحد النهار قالت لي راه غنعيط للبابا وغنعيط للبوليس الا باقي تبعتيني. شاف حالاتو قال لي هاتك السيده والو، قال لي عييت ما هضرت، قال لي حتى حاجه ما خدامه في هذا الشيء. فؤاد راه تزعط فيها واحد الزعطه خيبه، واللي كيقول نعطي اي حاجه، نعطيهم 200 مليون 300 مليون غير نتزوج بهذه البنت. مره بقى كيعيط لباها ماخذ النمره ديالو، بقى كيعيط ليه هذا كذا كذا. قال لي واحد النهار انا راه عندي الفيرما وهذه وكذا وكذا. قال لي شي نهار راه بغيتي تطلع معايا، قال لي ان شاء الله ولدي وهذا وهذا وهذا، وراه قدو ما بعيدش بزاف على باها. واحد النهار غادي يدق، غيسمعوا الدقان في الباب، غينوض باها غادي يحل، غادي يلقى واحد الكاميو كبير بحال دوك اللي كيهزوا السلعه، مهبط ليه صنادق ديال الخضره، صنادق ديال الحوت، صنادق ديال الدجاج، صنادق ديال الديسير، يعني اي لعيبه. 5 صنادق من الحاجه، 4 صنادق الدجاج، اللحم بيبي لادان الكوكلي. بقاو كيشوفوا داك الشيء ما فهموا والو. وين نزل هذاك السيد قال لهم السلام عليكم، هذا الشيء راه صيفطوا لكم السي فؤاد. قال لي راه بزاف هذا الشيء، راه حنا فين غنديروا هذا الشيء، راه بزاف. قال لي انت ناخذوا صندوق من الحاجه ولدي ودي هذا الشيء ما يضيعش. قال لي لا ما نقدرش. قال لي لا ديت شي حاجه غيجري عليا السي فؤاد. قال لي الله يجازيك بخير، ما تجريش لي على خدمتي قبل هذا الشيء، ما تجريش لي على غيجري عليا. قال لي صافي دخل داك الشيء. المهم دخلوا للدار، عيط للجيران، وشاف دوك الناس اللي في الحومه اللي ما عندهمش، اللي كيقسم معاه كيعطي صندوق اللحم عليه صندوق. المهم خلى ليه راسو هذا الاستاذ، خلى صندوق من الحاجه ليه هو، ودوك الصناديق الاخرين كلهم فرقهم على الناس اللي ما عندهمش والجيران وداك الشيء. يعني هذا السي فؤاد دخل معاهم للدار. دابا الاب ولا كيبان ليه خصو يتزوج بنته، الام ولات كتقول ليه مال هذا علاش ما بغيتيش تتزوجي به، السن الله جا بنتي راه ماشي شي حاجه، حنا راه ماشي كنهضروا معاك حيت عطانا هذا الشيء ولا لا، حنا ماشي ناس كنتشراو، غير كيبان السيد معقول وغيقدرك وغيحترمك، وهما كانوا كيخافوا على بنتهم لا يضحك عليها شي واحد، شي لا تزوج لهم شي شمكار، كيقولوا بعدا واخا هذا كبير ولكن غيقدرها وغيقدر هذاك الجمال ديالها وغيتهلا فيها وداك الشيء. هي كان عندها واحد خوها ما خدام ما والو، مريح مبلي شويه الله يعفو عليه، والاستاذ امو ناس ما بغيش يديروا معاه داك الشيء ديال العنف، قاتلين معاه بشويه، داو لبلاصه الادمان، ما خرج عاوتاني رجع، المهم قاتلين معاه وداك الشيء ما كيدير والو، غير كيكميو الدار الدرب، ويقول لها اختي هذا راه خصك تزوجي به، هذا راه العاق، هذا راه غيعاونني حتى انا. با دار فيه قال لي تماك حنا كنبيعوا في بنتنا استاذ، اسمع راسك اصاحبي، سير اصاحبي سير لبيتك، سير. كريمه واحد الوقيته بحال بدا كتحس براسها راه قنعوها، يعني راه خاصها تزوج هذا السيد، ولكن قالت لا واخا ما عرفتش شنو يكون، واخا يكون هذا السيد غيسكنني في القمر، انا غنتزوج عالي ولد عمي هو اللي غنتزوج، ولكن هذا الشيء
راه ما فراس لا امها لا باها لا خوها لا عائله عالي. هادشي ما فراس حتى واحد في راسها، غير هي بان عالي راه كتبغي وكيبغيها وغيجي يتزوج بها وراه داير لها مفاجاه. غيجي عالي وما غيقولش ليها راه جاي، حتى غادي يدخل عليهم هو وامه ومرته، واحد البنت باقا صغيره عندها شي 20 عام، كنديه زوينه، غيدخلها معاهم للدار. عمو غيقول لي كيفاش هاد، غيقول لهم هذه هي المراه، وغيدور عند كريمه وغيشوف فيها، غيقول لها كريمه اختي ها المفاجاه اللي كنت كنقول لك عليها. قالت لي ما فهمتش. قال لها هذه هي المفاجاه اللي كنقول لك، انا راه مجوج وما قلتهاش لك، ومعول غادي نتزوج ونجيبها معايا ونفاجئك بها، هذه هي المفاجاه اللي كنت كنقول لك. هنا كريمه ما عرفت واش نقول ليه مبروك، ما عرفت واش نقول ليه، وجهي ولا احمر، الالوان تبدلوا فيا، البكيه شداتني، ما عرفت ما نقول لهاد الولد عمي علي، وانا اللي كنرفض كل شيء باغا نتسنى عليه يجي لانه كنحس به هذا. ولكن هي راه عمرها صارحته هو عمرو صراحه. وهذه فكره مزيان البنات يعرفوها. الا شي واحد ما تبنيش الامال ديالك على شي واحد اللي هو اصلا ما قايلهاش لك ولا انت ما قايلهاش ليه، حيت غتضيعي غير الوقت وغتصدمي. المهم قالت ليه مبروك مبروك ولد عمي مبروك، وقال لها ما غتعنقينيش ما غتسلميش عليا. قالت ليه نعنقك قدام مرتك، ما بقات ما تقول. قال لها تزيدي هذه راه قاوريه زيدي عنقيني. عنقها. المهم قال لها انت راه هي كل انت راه هي اختي انت. السيده كريمه تصدمت ديال بصح، بلا ما تحس دخلت البيته وهي تخرج لها البكيه، بقات كتبكي تبكي تبكي تبكي. دقات عليها امها قالت لها مالك؟ قالت لها لا لا والو. عرفتي شنو قالت لها؟ عاد فكرت واحد صاحبتي مسكينه، بقات ما تقول. قالت لها راه عيطت لها صاحبتي مات لها باها مسكينه، ما بغاتش الفرشه صافي مشى لها عالي. شويه خرجات غسلات وجهها وداك الشيء ودارت، قالت غندير الصواب، بردات شويه قالت غندير معاهم الصواب وهذا وهذا. ولكن الداخل ديالها ما كرهاتش تشد عالي تقجو، واخا هي راه ما قايلاش ليه. غادي يمشي ولد عمها عالي مع مرته الكنديه وامه، غادي تخرج عندهم غتقول لي بابا عيط لداك السي فؤاد انا باغا نتزوج. قال لها اش كتقول؟ قالت لي باغا نتزوج. صافي ياك نتوما قلتوا هذا السيد مزيان. قال لا لا ولكن راه كبر منك بنتي ب 24 عام، فكري مزيان ماشي ديري لنا خاطرنا ولا. قالت لهم لا لا بالعكس، هذا هو اللي غادي يقدرني ويحترمني وما يخصني من حتى شي حاجه. الوالدين قال لها فكري مزيان بنتي. قالت لهم لا غير عيطوا لي. قالوا لها لا زيدي واحد يومين 3 ايام عاد نعيطوا لي. كانوا واعيين ما بغوش، ما قالوا لك ما خدات شي قرار مزروب. عطاوها 3 ايام كل نهار كتقول لي ما عيطوا لي، راه واخا دوز 3 ايام غنعيطوا لي. دازت 3 ايام قالت لي ما عيطوا لي. باها هو عيط لي قال لي صافي راه البنت وافقه تجوج بك السي فؤاد، الا بغيتي تجي جي. عرفتي فؤاد ما قداتو فرحه، جاب والديه جاب خوتو، الا هذاك ولد اختو اللي قال ليه تبعها، قال لي ما تبانش دابا نتايا تنتزوج. المهم غيقول لها شنو بغيتي نشري لك؟ قالت لي شري لي اللي بغيتي. انا ما كنقول لك شرى ليها 100 مليون ديال الذهب، 100 مليون ديال الذهب جابها لها في الخطبه فؤاد، وجاب داك الشيء اللي ما تتوقعوش اي حاجه جابها. عرفتي راه والديها بقاو مصدومين، ولكن فؤاد راه تزعط في هذه البنت كريمه، كيقول نحط نص الثروه ديالي غير نتزوج بهذه البنت. داك الشيء اللي غادي يوقع يتزوج بها، يبدا يسكن واحد الفيلا وكيخدم، كيمشي للتجاره ديالو، كيمشي كيقابل المشاريع ديالو، كيجي غادي تولد معاه 2 ديال الوليدات، وليد وبنيه. غدوز تقريبا شي 4 سنين، غادي يبداو يجيوها في انستغرام ديالها بنات كيدخلوا عندها وتيقولوا لها راه انا ما تثيقيش في ذاك راجلك فؤاد، هذاك فؤاد راه انا دوز معايا 3 شهور ولحني. وهذه هي كانت ذكيه بزاف، كانت كتقول انا كاع نط دابا تخاصمت معاه شنو غيطرا؟ غنتخاصم معاه، هاد العيشه اللي عايش ما غنبقاش عايشها. وحاجه اخرى خوها اللي كان كاع ما داير والو دار ليه بروجي، شرا دارو، دار طونوبيل، حيد البليه، كيعطي لدارهم ما بقاوش كيشريو الخضره ولا الدجاج ولا اللحم، كل سيمانه كتجيهم كاميو كيتحط حدا الباب، كيتحط نفس الكميه اللي جاب لهم داك النهار كل سيمانه كتجيهم. خوها دار ليه بروجي. يعني هي واخا كتشوف داك الشيء كتقول اش غندير؟ صافي ندير في راسها ما كاين والو، انا معززه مكرمه مع وليداتي. الراجل اللي غيدور تيعيا ويجي. كدوز شهرين 3 شهور كتدخل عندها شي وحده عاوتاني كتقول لها انا راه دوزت مع راجلك. من بعد هي غتبدا تعرف مزيان، غتجلس مع هاد البنات اللي كيعيطوا ليها وغيعطوها بالدليل بان راجلها راه كيعرف البنت، كتعجبو شي بنت، كيمشي يشري ليها دار، يشري ليها طوموبيل،
يدوز معاها 3 شهور 4 شهور، يقول لها انا راه مزوج، غنشري لك دار غنشري لك طوموبيل وندوز معاك واحد 3 شهور ولا 4 شهور والله يعاون. فاش هما كيمشيو كيبقاو يهدوه كيقولوا لي عطينا الفلوس ولا نقولوها لمرتك. هادشي اللي طرا مع بزاف ديال البنات عاودوا ليها، وكانت دائما ما كتعاودش ليه وما كتقول ليه والو، وكتقول فعلا انا واخدني على زيني وانا واخدها على كبرو. هادشي اللي كيدير ليا هو. وقالت لك الصراحه هي كتعاود قالت لك انا ما مخصصني من حتى شي حاجه، لا الفلوس لا نمشي عند صحابي لا نخرج مع صحاباتي لا حتى شي حاجه ما حارمني منها، حتى شي حاجه، حتى الحقوق ديالي ديال البيت ديال المراه كيعطيها ليا، يعني واحد السيد ما حارمني من والو. ولكن فيه هاد البليه، كل 3 شهور 4 شهور كيدوزوا مع دريه كيتفرق معاها، كيشري ليها دار يشري ليها طوموبيل يتهلا فيها، يدوز مع 3 شهور يقول لها الله يعاون، كيمل عشاق ملال. الا الوحيده اللي ما ملش منها اللي هي كريمه اللي عايش معاها. كريمه كتقول لك فاش كيجي للدار ولا مع عائلتي ولا مع عائلته راه ما يمكنش تقولي هذا كيدير شي حاجه، راه كل شيء كيعزيز عليه وكيدير الخير وكيتهلا في الناس، واللي محتاج شي حاجه يعطيه، اللي بغى شي واحد شي حاجه يعاونو، اللي بغى يدير بروجي في العائله يعاونو، اي واحد كيعاونو، يعني كيدير الخير بزاف. والناس كلهم عائلته عزيز عليهم، عائلته ما يمكنش كتقول لك هذا ماشي هو اللي كيعاودوا لي عليه. واحد النهار غادي تجي عندها واحد الدريه غتدق عليها في الفيلا، غتخرج الخدامه غتقول لهم كلموا لي فلانه كريمه، غتقول لهم شكون، غتقول يقولوا لها الخدامه شي وحده ما عرفناش، غتقول لهم دخلوها للفيلا حطوا لها شي حلوه وداك الشيء، حطوا لها الحلوه صافي. وجات عندها قالت لها نعم اختي، قالت لها شوفي اختي ها الفيديوهات ها التصاور ها كل شيء، انا راه مع راجلك دابا 3 شهور، ودابا ماشي كنقول لك هذا الشيء جيت باش نقوله لك زعما باش تحقدي عليه، باش زعما انا حاقده عليه، لا انا استفدت منه، انا درت منه بارتما ودرت منه الدار وعمرت الكونت ودرت بروجي منه. ولكن كنت عارفه واحد النهار غيمشي، هو اصلا قالها ليا قال لي ندوز معاك شهرين 3 شهور تعرفيني ما نعرفك، يعني هو كيكون واضح مع البنات. قالت لي ولكن دابا نقول لك حاجه وحده، اليوم غدا، اليوم عنده غدا ما عندوش، انا اليوم تلاقى معايا وشرى لي دار وطوموبيل، الاخرى غيتلاقى مع الاخر غيتلاقى مع واحد النهار فلوس ولادك ما غتلقيهاش. قالت لي انا جاي نقول لك هاد الهضره ماشي على قبل باش نقول لك انا حاقده عليه، لا انا كان واضح معايا وما اداني بوالو، انا تفاهمت معاه على داك الشيء وتفاهمنا عليه ودرتو معاه وداروا معايا، وهو راه نقول لك راه كيحتارمك وكيقدرك وما كيبغي حتى شي حاجه تتعرف عليك ولا شي حاجه. ولكن انت انا جيت نقول لك هاد الهضره اختي، الا عندك ما تجمعي منه شويه الفلوس وديري منه شويه الفلوس ديري شويه الفلوس، ما تبقايش تمشي ليه الفلوس وما تلقاي راسك غدا ما عندك والو. لقيتي ما تجري منه جري منه، هذوك الدريات كيقول لك شوفي لقيتي ما تجري منه ها جري منه. كريمه كتعاود قالت لك انا عمرني جاو عندي 70 دريه جابوا لي التصاور جابوا لي الدليل جابوا لي كل شيء، الا هذه ما عرفتش كيفاش هضرت معايا بواحد الطريقه اللي قنعاتني، اللي خلاتني نفهم بصح خاصني نبدا نبروفيتي فيه مزيان، واحد النهار يقدر ما يكونش عنده، واخا هو راه ما حارمها من حتى شي حاجه. كريمه غيتزاد معها الزيد وغدا تقول هذا الشيء اللي قالت هذه البنت بصح انا جاو عندي بزاف ديال البنات وروني فيديوهات وتصاور وما تسوقتش وما قلتهاش ليه وهو ما عارفنيش كاع انا عارفه، ولكن دابا خصني نلقى شي حل. واحد النهار غتدخل لواحد الجروب ديال ديك المدينه اللي ساكنين فيها، دايرين واحد الجروب ديال بنات ديك المدينه، ومعاه هو ولد ديك المدينه وهي بنت ديك المدينه. دخلت لذاك الجروب ما دارتش تصويرتها، دارت غير ورده وداك الشيء، ودخلات وقالت لهم السلام البنات الولاد انا راه بنت هذه المدينه كي دايرين شكون اللي عاقل عليا هذا طرن. ولكن ما عطات سميتها الحقيقيه، قالت نشوف هذا الشيء كي داير، عطات سميه اخرى ماشي ديالها. شكون في نظركم اول واحد غيصيفط لها ميساج في ذاك الجروب؟ هو راجلها فؤاد. راجلها فؤاد غيدخل وغيهضر معاها وغيقول لها مرحبا بك، هي كانت عاطيه سميه اخرى ما عرفهاش، بقات كدوي معاه وهو يقول لها انا راه فلان وكذا، وهذه بقى كل نهار كي صبحتي قالت لي انا يا راه عندي 28 عام وانا راه بنت المدينه، ولكن دابا انا راه في مدينه اخرى، ولكن راه غنجي لديك المدينه. وهذا ما كيهضر معاها، هي كتشوف راجلها كيدوي معاها والضحك والنشاط، وهو ضحوكي، اي دريه كيبقى عليها بالضحك وداك الشيء كيشدها بالضحك كيبقى يضحك، والبنات كيبغيو الدراري اللي كيبقى يضحكهم وداك الشيء، لدرجه كتعاود قالت لك انا ضحكني راجلي اكثر من راجلي اللي هو واخا هو في الدار راه كان حتى هو كيضحك ومجمع. وقالت لك انا
قالت لك انا هذاك الضحك اللي كيدير معايا هو نفس الضحك اللي كيدير مع هذه اللي كيهضر معاها اللي ما فراسوش راه انا هي مرته. قالت لك وليت كنشوف نفس الضحك كيديروا معايا كيديروا مع نفس البنات، نفس الطريقه، نفس كل شيء. بقات كضحك وقالت دابا شنو غندير؟ دابا غادي نسرح معاه العيا، نجر معاه السينتا. هي كتكون مريحه في الدار، هو مريح لها شاد التليفون، وهي كتدخل الكوزينه تصايب الفطور ولا الغداء وكتصيفط ليه، كتجي كتطلع عليه كتلقاه كيكتب لها وهي راه في الكوزينه، كيقول لها كي صبحتي كي داير مرتك، واش كتبغي مرتك؟ قال لها شوفي انا مرتي ماشي كنبغيها، انا مرتي كنموت عليها، ومرتي عمرني نتفرق معاها. وهي كتفرح كتقول راجلي كيبغيني، وبقات كتشوف داك الشيء وكتضحك، بقات كتضحك. ولكن قال لها انا راه عندي قال لها كنبغي نتعرف على بنات وداك الشيء وهذا، وراه ما يخصك معايا تا خير وكذا. قالت لي كيفاش ما يخصني معاك؟ قال لها شوفي اول حاجه بعدا صيفط لي تصويرتك نشوفها وانت ما دايرش تصويرتك. كريمه مشات دخلات الفيسبوك، لقات واحد البنت زوينه، جمعات شي تصاورات من وحده من هنا وحده من هنا وحده من هنا وصيفطاتهم ليه، هو يقول له اش هاد الجمال، اش هاد الزين، اش هاد الطبوقيصه، اش هاد الفنون، شتي انت راكي قمر، انت راكي قنبوله، انت كيسهر عليها. وهي كتشوف داك الشيء في الكوزينه وكتضحك وكتمشي تطلع عليه وكتلقاه كيضحك وكيكتب السي فؤاد. شنو دارت؟ بقات كتهضر معاه مصاحبه معاه على اساس راه هي ديك الدريه وكذا وكل شيء. واحد النهار هو يقول لها شوفي راه خصنا نتلاقاو، وهذه قالت لي انا راه ما نتلاقاش معاك وهذا وهذا، وخصك بعدا دير لي شي كادو، واش انا غتلاقى معايا بحال هكاك؟ خلاصني شي كادو شي حاجه. قال لها طلبي شنو بغيتي. قالت ليه كان واحد الباك فيه غورميت سلسله، سميتو سلسله غورميت ماكانا باك ديال واحد لا مارك غاليه، كيدير شي تقريبا كيدير شي 80 مليون. قال لها صافي جاك. قالت لي اواه. قال لها قلت لك جاك. قالت لي صافي. قالت ليه جيبوا لي ونتلاقاو. قال لها غنجيبوا لك وغنتلاقاو وغتسافري معايا وداك الشيء. قالت لي صافي انا معاك. داروا النهار اللي غيتلاقاو وكل شيء. واحد النهار غيصور ليها هذاك الكولي اللي شرا ليها وهذوك الباك كامل اللي شرا ليها، غادي يصوروا ليها هو في طونوبيلتو، غيجبدوه غيديروها ويقول لها ها هو خديته لك، وغيدير ليها فيديو غيصوروا لها، وغتقول ليه هي كريم غتقول ليه عندك شوفوا مرتك. غيقول لها لا لا ما تخافيش. قال لها غيبقى في الطونوبيل، ما طونوبيلتي ما كتهزاش عندها طونوبيلتها. قالت لي وصافي انا راه ما بغيتش ندير لك المشاكل. قال لها لا لا ما تخافيش. وكريمه كتضحك وكتشوف فيه وهي راه كتطلع عليه، هو في الطونوبيل وقف حدا الباب وهي راه كتطلع عليه وكدوي معاه وكتشوف فيه وهي راه هي هو كيسحب واحده اخرى. وكريمه كتقول دابا شنو ندير؟ ها هو جاب لي الكادو شنو ندير؟ بقات كتفكر كريمه كتفكر، قالت اش غندير. وصل النهار اللي غادا تجي فيه. كريمه شنو دارت؟ واحد النهار حط طونوبيلتو، مشات هزات هذاك الكادو. واش لقات هذا الكادو ديال 80 مليون، لقات مكانه اخرى دايره 20 مليون، لقات واحد تليفون ايفون الاخر، لقات واحد المجموع ديال داكشي اللي لقات بقول لك شي 160 مليون اللي لقات. هزات داكشي دخلاتو البيت بلا ما يشوفها، خباتو في الماريو وجلسات. غيوصل النهار اللي غيتلاقى معاه بها، غتقول ليه شوف انا هذيك التصاور اللي صيفط لك راه ماشي ديالي، قبل ما تعطيني داك الكادو نجي نقول لك. قالت لي ولكن ما تخافش. قال لها كيفاش ماشي انت كتضحك عليا؟ قالت لي ولكن ما تخافش تسنى، راه انا راه زوينه راه ماشي خايبه، انا غنصيفط لك تصاوري وقول لي كي جاوك، وانا راه بالليل جايه عندك باش نسافر انا وياك، ياك ما مقلقش مني. قال لها صافي صيفط لي التصاور. هنا كريمه فين كانت؟ كريمه كانت في بيت الناس، هزات دوك لي زاكسيسوار ركباتهم، دارت مواكن، دارت خواتهم، هزات التليفونات، دوك الكادوات كاملين هزاتهم دارتهم ولبسات مزيان في بيت الناس وتقادات ولبسات ودارتهم وصيفطات ليه تصاورها هي ديال العرس مفرقين. مع شاف التصاور، سمعت طرن شاف التصاور هو دارها، تصدم، حلات الباب وخرجات عنده وكدير لي فحال هكا. انا السي فؤاد ها الخويت مات ها الدبال ها البقاده.
بقى كيشوف فيها سكتة قلبية، قدامه الأمانة أمانته. السي فؤاد بهاد الصدمة اللي خرجت ليه المرأة بداك الشيء بتصاورها، طاح في البلاصة سكتة قلبية الله يرحمه، وندمات علاش دارت داك الشيء، وقالت يا ريت كون ما درتوش غير يبقى حدايا راجل. حتى لهنا سالت القصة ديالنا، وبغيتكم تخليو لي الرأي ديالكم، شكون اللي غلط في القصة؟ واش الوالدين اللي زوجوا بنتهم باقا صغيره، الواحد كبر منها ب 24 عام، ولا كريمه اللي ما كانش خاصها تتبع دوك بنادم وما تتبعش هذا الشيء، عايشه مزيان مامنه هي صافي اتفقات معاه تكبر وليداتها وتعيش، ولا فؤاد اللي واخا تزوج بقى كيمشي مع البنات؟ خليو لي الراي ديالكم في التعليقات لانه كيهمني، وتابونا لما كنتيش ابوني، وما تنساش ديك لايك راه كتعاونني بزاف باش هذا المحتوى يوصل بزاف ديال الناس. بارطاجيو الحلقه باش الفائده تعم الجميع، ونتلاقاو في قصه جديده. السلام عليكم. أي شخص غياخذ القصاص بدون إذن غيتحمل المسؤولية القانونية. جميع الحقوق محفوظة.